السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. ليا فترة ما نزلتش فيديوهات لان مش لاقي تفاعل على الصفحة، وده مزعلني جدا جدا. بس يلا انا برضو هكمل ان شاء الله، مش هتنازل عن حلمي باذن الله. اللي معانا ده دلوقتي همبرجر، انا ما كنتش ناوية اصوره والله العظيم. انا عملته من الالف للياء، من الالف للياء، يعني انا اللي عملت الكايزر والبرجر وكل الحاجة بتاعته. فانا يعني بصوا، فما كنتش يعني عايزة اصور. بعد ما عجنت العجينة بتاعت الكايزر واستوى والكلام ده، فالولاد قالوا صوري لانه شكله حلو وطعمه تحفة بجد. بصوا، العجينة بتاعت الكايزر ملعقة خميرة فورية. انا معيرتش الدقيق زي ما يعني حطيت كده معيار ايدي. معلقة خميرة ومعلقة سكر ومعلقتين زيت، وعجنت كده حلو. لو عندك لبن او زبادي حطي، وتعجني كده عجنة حلوة لما العجينة تتمسك تبقى ناعمة معاكي. بعد كده يا ست الكل هنعمل ايه؟ هنسيبها تخمر معانا، وبعد كده هنقطعها كور. تمام. بعد ما هنعملها كور وكده هنسيبها تخمر تاني، وندخلها الفرن زي ما انتوا شفتوا بالمنظر ده. معانا هنا الهمبرجر، معايا كان نص كيلو لحمة مفرومة. حطيت عليه بصلتين ناعمين وعصرتهم من المية، وحطيت معاهم بطاطساية مسلوقة بجد تحفة، وعملت معايا كمية حلوة، وملح وفلفل اسود وبهارات همبرجر. ده صوص الجبنة يا بنات، عملناه ازاي برضو؟ صوص الجبنة عملته زي البشاميل، معلقتين زيت عليهم معلقتين دقيق. هنقلب كده على النار، ننزل بكوباية اللبن. كده يدخل معايا في الغليان. هحط الجبنة اللي موجودة عندك. لو عندك جبنة موتزاريلا، انا حطيت جبنة موتزاريلا، هتسيح فيها على طول. هتطفي وتحطي الجبنة الموتزاريلا وتقلبي كده هتسيح عليها. او عندك شيدر او جبنة رومي او جبنة نستون، الموجود عندك او متاح هتعمليه. والخيار المخلل برضو خللته على السريع في نفس اليوم. مية بتغلي عليها معلقة ملح ومعلقة سكر وخل، وهنحطه كده ياخد غلوتين، وهنطلع على طول، وهيبقى بالمنظر اللي انتوا شفتوه. يعني زي ما بقول لكم، انا عملت الهمبرجر من الالف للياء، من الالف للياء بجد. خبزت يعني الكايزر، وعملت اللحمة. واللحمة هنعصجها وندخل كل المكونات فيها، ونفردها ونحطها في الفريزر، ونطلع على الجلي على طول. بصوا طعمه بجد تحفة. يعني انا كنت في اسيوط في مطعم وماشية يعني وكده، ماشية في الشارع وبنتي كانت معايا، فعايزة كانت سندوتش برجر. يعني رحت جبت سندوتش برجر ب50 جنيه. يعني هي الكايزراية واللحمية اصغر من اللي انتوا شايفينها كده، والطعم يعني بصوا حاجة متصرش. فقررت يعني اعمله في البيت. فبصوا الحاجة بتاعت البيت تحفة بجد، يعني مضافة وتوفير وحاجة تحفة. وجبت هنا معايا كابوتشا وطماطم شرايح، وحطيت كده صوص الجبنة، والموجود عندك خيار واي حاجة موجودة تحطيها. وعملنا احلى سندوتش برجر ممكن تاكلوه بنظافة وصحة وهنا يعني. فجربوه ان شاء الله هيعجبكم. وده الكمية اللي احنا عملناها، بسم الله ما شاء الله يعني. وعندنا برضو كمية، كانت في كمية تاني بس ما تصورتش. والولاد اكلوا وعجبتهم واستمعوا الفيديو للاخر، واللي عجبه الفيديو او استفاد بمعلومة لو صغير يعني حتى يحطولنا لايك. ومتنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، ولايك وشير. وشكرا ليكم وشكرا على المتابعة. ان شاء الله نكمل مع بعض. حبة همبرجر حلوة جدا جدا جدا، جربوها ان شاء الله تعجبكم. شكرا على المتابعة.